شركة مود باري موسى الحاج بتقدم بكل فخر وبالتعاون مع وزارة السياحة للمرة الرابعة بلبنان حفل ومهرجان توب موديل انترناشونال 2014 لانتخاب أفضل عرضة أزياء عالمية من 15 بلد، وذلك بفندق الليجند هوتيل عين التيني سبت 16 آب. لحجز البطاقات الاتصال على 01 68 66 أو بمود باري 71 33 70 38. الأماكن محدودة. مسيو موسى الحاج، اهلا وسهلا فيك على راديو المشاهير اللبناني، تحيه لك من القلب. يعني نحن سعيدين كثير باستضافتك على راديو المشاهير لتخبرنا عن الحفل اللي عم بتقوم فيه، الحفل توب موديل انترناشونال. يا رب على طول تضلك الرقم الاول بلبنان، تقدم لنا اعمال جميله ان كان بعرض الازياء والجمال. تحيه لك من راديو المشاهير اللبناني، اهلا وسهلا فيك. بونسوار لك ولمستمعينك، ميرسي كثير وكلك على هالاستضافتي لاذاعتكم الحلوه والمسموعه حول العالم. انا بتشكركم كثير. حفله توب موديل انترناشونال بتكون للمره الرابعه بلبنان وبالتعاون مع وزاره السياحه، ونحن جايبين حوالي 15 عرضه من 15 دوله للمنافسه على اجمل وافضل عرض ازياء عالمي. هلا الحدث هيدا بهالوقت نعم حديث للوقت الصعب اللي عم نعمله هيدا بنقدمه تحيه للشعب اللبناني، ولنقدمه كمان لتحيات نعم الجيش اللبناني نعم بهالايام الصعبه هيدي، والله يخلي لبنان. وانا كمغترب عم نعملها قصدا وعم نعملها الظروف الصعبه بلبنان. نعم. ولو انه ظروف صعبه بس بدي اعملها لنقول انه احنا بعدنا موجودين ولازم كل الحفلات تنعمل. موسى، ليه تحديدا اخترت تكون بمجال يعني تقدم العاب جماليه وتفوت بموديلنج ايجنسي؟ هل لانه انت بتحبها ولا كيف يعني؟ انا صراحه من انا وكان عمري 18 19 سنه. نعم. لما كنت شاب بهذيك الايام نعم كانوا يطلبوا مني انه اكون عارف ازياء وكذا. هلا ضلت القصه بفكره نعم. فكري وانطلقت على اوروبا، انا باريس، وهلا بلدي انا اللي عايش فيه النرويج. نعم. اللي بحبه كثير. فاسست الوكاله 1993 طبعا. انا اسست نعم باريس والنرويج. نعم. وبسبب زياراتي المتكرره على باريس، احنا بعيدين ساعه بالطياره عن باريس، فعشقت الفاشن وعشقت الجمال وحبيت اعمل ابرز يعني هالجمال اللي يبين. نعم. من خلال الفستان، من خلال الموديلنج، من خلال الايفنت. بس نعم. نحن موديل ان ايفنت ايجنسي صراحه. نعم. بتحكي لنا شوي موسى، شو رح يتخلل هيدا الحفل؟ يعني الحفل شو رح نشوف فيه؟ نعم. نعم. الحفل حيكون رائع. تقريبا نحن فولي بوكت هلا باوتيل ليجند هوتيل. نعم. بعين التيني بيتشرفونا. الاوتيل قدمنا تسهيلات واوتيل رائع واصحابه رائعين. نعم. حتخلى الحفله اول شيء للمصممه ابتداء الحفل بالنشيد الوطني اللبناني اللي بنحترمه وبنعزه. نعم. ثاني شيء للمصممه زينة عبد الله. بعد منا الناشونال دريس الزي الوطني لكل دوله من البنات. نعم. بعد منا سويم سوت المايو اللي هو صناعه شركتنا مودي باري البراند تبعنا. نعم. بعدين مصممه انجليزيه بافيلينا حتعرض اجمل واروع ما عندها من الازياء. وختام الحفله بتخللها حفله على الفيولون، عزف على الفيولون ومطربين حتكون، وحفله واعلان النتائج بعد الحفله. حلو حلو. مين قايم بالاورجنايزنج للحفل؟ في شركه معينه؟ نحن انا شركه مودي باريس بتنظمها. نعم. بتنظمها بالتعاون مع الاستاذ عماد عبد الله صديقنا واخينا. نعم. اللي واكبني من لما بلشنا الحفله من 2003، عم يساعدنا بالتنظيم وله الشكر على الهوا. بنقول انه هو نعم. له الفضل كمان في انجاح حفلتنا والاصدقاء التانيين. نعم. بس صحيح. هي شركه مودي باري هي البرودكشن وهي الاورجنايزنج، طبعا بالتعاون مع جمعيه الاصيل اللي بيترأسها الاستاذ عماد عبد الله. نعم، وجه له تحيه للاستاذ عماد. السبونسرز مين راح يكونوا تقريبا اذا بنحكي شوي عنهم؟ في ناس اول شيء عندنا سبونسر حضرتكم، عندنا في ماريوس للميك اب والهير دريسنج. اول شيء كمان عندنا ما بننسى اوتيل ليجند اللي استضاف العرضات. نعم. على فتره 10 ايام. نعم.
وعندنا كذلك عديد من السبونسر. ماتي فاكتوري وفي عندنا نعم كمان مادي فاكتوري اللي عازميننا على عشاء بعلاي ب 15 شهر. نعم. في عندنا عديد من السبونسر. ماتي فاكتوري وجيتس اوف جلوري استاذ وسام حمدان ونوجه له تحيه كمان. نعم. وراديو المشاهير اللبناني وسام حمدان شكرا كثير. راديو المشاهير اللي عم يستقبلنا واستاذ حمدان هلا حكيت معه على الهواء. نعم. حكيت معه عفوا على التليفون. نعم. والعديد من السبونسر. نعم نعم. مين حيقدم الحفل؟ من الوجوه اللي حنشوفها لأول مرة؟ نحن عازمين بلجنة الحكم مدام سوسن السيد، عازمين مس ناتالي فضل الله، ناتالي جنسي. نعم. انا حكون بلجنة الحكم. مدام كمان مدام عند الهديح المخرجة والفنانة. نعم. جايبين لجنة حكم من ممثلين عن ممثل عن وزارة السياحة. نعم. كذلك عازمين وزير السياحة إذا يحب يشرف عزمناه. نعم. عازمين السفارة الأوروبية، عازمين كل الفي اي بيز بالبلد. نعم. وعازمين وكذلك لجنة الحكم بيكون هوتيل لجنة بيكون بلجنة الحكم. وانا بدوري بشكر الاستاذ عماد عبد الله اللي اعطاني الشرف وانتم اعطيتونا الشرف انه نقدم هيك حفل. خير، انا بتشكركم كثير وشيء رائع جدا انه اذاعتكم ان شاء الله الى نجاح، ونتمنى تعاون المستقبل مع بعض. شرف إلنا استاذ موسى الحج. في شيء بتحب تحكي فيه تضيفه ولا بس هيك؟ بدي اقول انه بالنسبه لهالظرف الصعب، نعم، فكرت عده مرات لانه العرضات عم يسالوني بالمره بلبنان من الخارج، مستر موسى شو في بلبنان، شو عم يصير؟ قلت لهم ما في شيء، لبنان باقي لبنان، وهيدا بيتعرض هلا لهجمه، وان شاء الله بتجوا بتشوفوا لبنان على حقيقته. وبدي اخبر شغله ثانيه، انه في كثير بيبدعوا بيعملوا التوب موديل. نحن الاوريجينال تبع التوب موديل انترناشونال، نحن الشركه مسجلينها 20 دولة بالعالم، والتوب موديل مسجلينها من سويسرا لفرنسا للبنان لدبي ليونايتد ستيت لاسبانيا لكل العالم. فنحن الاوريجينال، ونحن المرة الرابعة بنعملها. وفتشوا على اسمنا، فتشوا على اسم موديل باري بالانترنت، فتشوا على اسم موسى الحج، بتلاقوا النظافة وبتلاقوا الجدية. والبنات بيبكوا لما بيخلصوا الايفنت بيقولوا لي مستر موسى بدنا نقعد بعد جمعة، وبيطلبوني من جديد ليرجع بقول لهم خلص دوركم مرة واحدة. نعم نعم، وبنتكرر ان شاء الله تكون الخامسه بلبنان. قديش حلو بس يا موسى انك عم تمثل بلدك برا وعم ترفع راسنا على طول ب هل يعني ما حدا عم يفكر مثلك يعمل هيك امور يعني. انا بمنونك انا لما بعمل حفله او بحكي عن لبنان انا بقدر اقول له النرويجي برا بقدر اقول لهم كذا، بس انا لما رحت مره على نيجيريا حفلات على افريقيا على فرنسا بقول لهم انا اصلي لبناني، بقول لهم اصلي لبناني، عرفت كيف؟ وبشوف هالدعم من الجاليات اللبنانيه اللي برا بنبسط. كذلك هون بلبنان انا بجيب حفله وبنعمل انفستمنت وبندفع، عرفت كيف؟ فيها هيدي انفستمنت، يعني فيها دفع مصاري، مش انه حيلا. فنحن كله فدا لبنان وفدا الوطن لحتى يستمر لبنان. وبحب اقول انه انا اول ما عملت بعد بدايه الحرب، بعد نهايه الحرب اللبنانيه بسنه 2003 كان البلد بعدها طالعه من الحرب. اول حفله عملتها انا بلبنان بالوايفز 2003، يعني تصور قد ايه كانت البلد طالعه من الحرب، وعملت دغري على السريع جبت العرضات وعملت التوب موديل هون. وهلا بالظرف العصيب عملتها، وبال 2005 لما كانت البلد عم تحترق عملتها. وين هديك بدي اعمل حفله لحتى نفرجي انه لبنان مستمر. اكيد اكيد، على طول لبنان باقي بوجود الافاضل زيك، بوجود شخصيات بتحب الاعمار فيه، وبتحب توقف حد هالبلد الرائع جدا. نحن مستمرين ورح نكفي ورح نفرجي الكل انه لبنان ما بيوقع وما بيموت. بالضبط. نعم. نحن كتير سعدنا مسيو موسى انك كنت ضيفنا على راديو المشاهير اللبناني، على امل الايفنت تبعك يحقق نجاح باهر مثل ما حقق بالسنوات القادمه اللي كانت المقبله. وان شاء الله يا رب
يا رب على طول. التحية لك ولشركتك المودة باريس، ان شاء الله على طول بالازدهار والتطور، ونشوفك اقوى ايجنسي بكل العالم مش بس بلبنان. ميرسي كثير، ممنونك على الكلمات الحلوه هذه حبيبي شجعتني. الحفله حتنجح ونجحت، لانه ولو بعد ما بلشنا نجحت، لانه دليل انه البطاقات خلصت كلها. نعم. والفي اي بي والناس عم تتصل بالبطاقات. نعم. وبالنسبه للاعلام وكله يعني كله حيكون تمام. نعم، شكرا لك موسى الحج، وتحياتنا لك من راديو المشاهير اللبناني من علاء الجوهري. تحية لك من القلب، ان شاء الله يا رب بالتوفيق والازدهار لمودة دي باريس، وان شاء الله بتكون معنا هيك بنحكي شوي بالتفاصيل اكثر عن بنكون معك بسكوب حصري مباشر على راديو المشاهير. ان شاء الله. ميرسي كثير. هذا صوت المشاهير، صوت المشاهير عجبني الاسم، وهو بالفعل مشهور وحيكون مشهور. كلك ذوق استاذ موسى، وثانك يو لك. اوكي، ميرسي، جود باي. باي باي.